ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل النهاردة الرز البخاري. الرز البخاري بيتقدم بطريقتين، بالفراخ او باللحمة. النهاردة هنعمله بالفراخ بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، وبمكونات ان شاء الله موجودة في كل بيت. هو محتاج لرز والفراخ وجزر وشوية زبيب، بصل، توم، يعني كل مكوناته ان شاء الله هتلاقيها عندك. انا قدمته مع خضار سوتيه بالشكل ده. الأول جزرتين وسط قطعتهم شرايح بالطول بالشكل ده كده، حمرتهم في معلقتين سمنة كبار لأن هي دي السمنة اللي هنستخدمها في الأكلة كلها. تحمريهم 3 4 دقايق كده وتضيفي لهم شوية زبيب، تكملي التحمير معاهم كده، وبعدين هتاخديهم بقى من السمنة دي تصفيها منهم كويس، ونستخدم بقى السمنة لباقي الأكلة. صفيت بقى الجزر اهو والزبيب. الجزر ممكن تبشريه بس انا حبيت اعمله شرايح كده علشان لونه يبقى واضح اكتر في الاكله، يبقى مدي لون حلو كده. بعد ما طلعت بقى الجزر بالزبيب حطيت بصله متقطعه شرايح زي ما انت شايفه كده تدبل، وبعدين هنحط لها معلقه كمون، بس معلقه مليانه شويه. والرز البخاري اهم حاجه فيه الكمون. بعد ما قلبت البصل بالكمون شويه حطيت الفرخه بتاعتي. الفرخه مقطعاها 8 حتت وشايله الجلد بتاعها. قلبتها بقى مع البصل والكمون كده كويس، وبعدين هنتبلها بباقي التوابل. معلقه صغيره قرفه، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه ملح. وتقلبي بقى الفراخ وتخليها بقى لحد ما تتشرب التتبيله شويه. بعد كده هنضيف لها صلصه الطماطم والثوم. أنا سِبتها بقى في البصل والتتبيلة كده حوالي 5 دقايق. بعد كده حطيت لها معلقتين كبار صلصة طماطم و3 فصوص توم مفرومين، وقلّبتها بقى تاني بصلصة الطماطم والثوم كده، وبرضه سِبتها 5، 6 دقايق كمان تتشرّب من الصلصة ومن الثوم والبصل مع بعض كده. بعدين هنضيف لها المَيّة بتاعتها. المَيّة طبعًا تكون مغلية، هنغطّي بيها الفراخ وهتسيبيها بقى حوالي تقريبًا تِلت ساعة. تتشرب بقى كده وتدخل في السِوَى. بعد كده غسلت كوبايتين رز بسمتي، تغسليهم وتصفّيهم مش منقوع، مغسول بس، وضفته للفراخ. مش عايزة تحطّي رز بسمتي، حطّي الرز المصري بتاعنا العادي براحتك. حطيت بقى الرز كده وقلّبته كويس، وبعدين كمّلت المَيّة، برضه المَيّة تكون مغلية، غطّيت بيها الرز خالص، وغطّيت بقى الحلة بتاعتي وسِبتها، هدّيت عليها النار وسِبتها تتشرّب خالص. بعد 5، 6 دقايق كده شُفتها، قلّبت تقليبة كده، وبعدين بعد 10 دقايق بالضبط تحطّي بقى الجزر والزبيب اللي كنا مطلّعينه، تحطّيه على الوش بقى علشان يكمّل سواه مع الرز، وتغطّي الحلة وتسيبيها. وزي ما باقول لِك هدّينا النار بقى خالص. شُفتها بعد شوية كده، طبعًا مش هنقدر نقلّب، يعني وسّعي كده الجناب للحلة كده، شوفي الشوربة خلصت والّا لسه. وسِبتها بقى لحد ما اتشرّبت شوربتها خالص والرز استوى. طلّعت بقى الجزر كده علشان أقلب الحلة، وبعدين أبقى أحطّه على الوش للتزيين. قلبت بقى الحلة بتاعتي أهو في طبق التقديم، وبعدين للتزيين كده حطّيت الجزر مع الزبيب على الوش كده بالطريقة دي. طعمه حلو جدًا، والفراخ مستوية أوي ودايبة أوي، والرز بقى متطعّم كده من الفراخ ومن التتبيلة، فأكلة حلوة جدًا لازم تجرّبيها. وزي ما باقول لِك هي بتتعمل بالفراخ، وبتتعمل لو مش عندِك فراخ وحابة تعمليها بمكعبات لحمة كده، اعمليها هتبقى برضه حلوة جدًا. المرّة الجاية نعملها مع بعض باللحمة. ولو عجبتِك أكلتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.